بس فهميني شغله، وين ضاميها؟ يعني عادي ارحبك هذه؟ قدام. اول مره اعزم نفسي ببيت ناس، زين؟ مرحبا. ودخلنا مغاره علي بابا. ست أحلام هذه يعني وين ضمتها؟ قبل ما تجاوبني على سؤالي ست أحلام، مكانكم خالي على أصناف هذا الريوق اللذيذ واللي ما ينسي. نفسهم الطيبة وروحهم الحلوة خلت كل شيء حلو طيب، الشاي والقعدة والسوالف اللي ما تنمل. شوف حسين، من اكثر الاشياء اللي سالوني عليها هي هاي المرايه مال عمتي، كلش قالوا لي غريبه وحلوه ونريد ناخذها من بيت عمتك. ليش ضمتها؟ بس شوفوا لي هذه التشكيلة من لوحات السيراميك المميزة، كل وحدة شكل ولون وكل وحدة بها إبداع وفكرة مختلفة. اذا واحد يحب واحد من برا يجيب له هيك هديه. والحلو إن الفنانة مو بس تسوي بغداديات، وإنما كل أشكال السيراميك. تكمل شو رايك بهاي المجموعه؟ بيها بوقة من هاي الزينة. يا أخوان واحد ما يعرف وين يندار وشنو يختار. حتى سلة الزبل عمل فني. قدام. هاي أبوقها. وتخيلوا رغم حر الصيف صعدنا للطابق الثاني حتى نشوف بقية الأعمال اللي موجودة بكل مكان وبكل زاوية وبأشكال مختلفة، ودخلنا للغرفة اللي ينصنع بها هذا الجمال. الحلو إنه كل القوالب مالتهم مو حاضرة وإنما هم يصمموها. بيوت الفنانين الحقيقيين دائما تكون مختلفة ويستغلون كل زاوية يبدعون بيها. خلي اشوفك شغله عمتي ابد ما تقبل احد يشوفها لان بعدها مكان مذهب. ايش ضامين هنا؟ من هنا لهنا 3 مترات. هذا تقريبا طوله 2.5 إلى 3. عاشي الكربلائي من نابع الشغل. إيه. هذه رهيبة. هواي ناس تريده وهواي ناس تسأل عليه. ما أدري من بابا، ما أعرف وين أندار. هذا اقل شيء انا اسويه كشخص عراقي. اكو هيك فنانين راقين، قله قليله بقت حقيقيين فعلا مبدعين، عندهم بصمه وعندهم اختلاف، مو مجرد تقليد واستنساخ. وهواي عراقيين عندهم ذوق ويحبون هذا الفن. فعلا هواية فنانين عراقيين بس هم يستحقون ان يكونون عالميين يعني. بالفعل. ايوه العراقيين يستاهلون والله يستاهلون اكثر. والعراق يستاهل. ماني اشكرك كلش على هذه الاستضافه، ويمكن راح ابوق عمل فني. قدامك حالتني وهلتني ان شاء الله. ها هي.